على سلامتكم. مرة أخرى تونس قاعدة تتمرد على العبث وعلى الرداءة وقلة الذوق وعلى الاستبداد وعلى وكلاء الاستعمار. قبضة الإخشيدي اللي برشا كانوا يظنوا إنها قوية وحديدية، شفنا كيفاش توا قاعدة ترتخي شيئا فشيئا، وسينتهي قريبا. سينتهي بفضل روح تونس اللي هي الشابات والشبان اللي خرجوا بكثافة وبأعداد غفيرة في المسيرات الأخيرة هذه، وبفضل القضاة الأفاضل من المحكمة الإدارية. والآن ثم ضربة كبيرة جدا اللي باش تقدم بينا في تحرير تونس إن شاء الله، ألا وهي تمرد السادة النواب الأفاضل، النواب هذوما اللي هما أولاد تونس وأشقاء للتونسيين، اللي رفضوا أنه المهزلة هذه متاع تنقيح قانون الانتخابات وإنهاء دور المحكمة الإدارية، رفضوا المشاركة في المهزلة هذه، لكن قاعدين يتعرضوا إلى مظلمة كبيرة وكبيرة جدا، ويتعرضوا إلى تهديد كبير، ألا وهو التهديد بحملة شعبية لسحب الثقة منهم أولا، ثم النواب اللي زكوا منظر الزنيدي أو بعض المترشحين الآخرين بصفة منظر الزنيدي وجهوا له تهمة الإرهاب على أساس أنهم في وفاق إرهابي معاه، يعني تهمة إرهاب اللي هي تهمة معناها خطيرة ونعرفوا أحكامها. لذا احنا لازمنا ما نخليهمش وحدهم، لازمنا غدويكا نكونوا موجودين في المسيرة سواء في باردو أو في أي مكان في العالم لمساندتهم، باش نقولوا لهم راكم ماكمش وحدكم، خاصة وإنه راو أيامه الإخشيدي هذايا سيء انتهت. الشيء اللي قاعد يعمل فيه كما تراو فرزيت هكا في الليل يبدا يقلق فيك بصوته، وهو مستحق ضربه واحده نتاع شلاكه ويموت. الإخشيدي مرهون في ضربه واحده بشلاكه، كشلاكه الزرقاء ذيك نتاع اماتنا. غدوه نكونوا موجودين مع بعضنا الناس الكل في اي مكان في العالم مهما كان عددنا، ونفضلكم الى لقاء قريب ان شاء الله.